Audio Jungle. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين داخل الوطن خارج الوطن، ورحب بكم جميعا وخاصة المتتبعين الأوفياء واللي دخلوا معنا جدد. نقول لكم مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الدعم تاعكم، وحنا تاني كندعمكم وداعمينكم وواقفين معكم بإذن الله، ما نولوش للوراء. نهضوا على المنحة اللي راهي بقوة منتشرة في كل ربوع الوطن، هي منحة المرأة الماكثة في البيت. منحة المرأة الماكثة في البيت، هذه المنحة اللي بزاف هضروا عليها وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تكلموا عليها تانيك في يعني النواب تاع البرلمان، وحطوها على يد الوزارة باش يدرسوها ابتداء من فيفري، في 15 فيفري حتى الماس، وسيتم الإعلان عليها إن تم قبولها أم لا. يعني هذه المنحة تاع الماكثة في البيت لو كان يقبلوها نعيشوا لابال في، يعني نقصوا بزاف الشر اللي كان فينا، والتراجع تاع الجزائر اللي كان في زمان من ناحية التغذية، من ناحية الصحة، بزاف تراجع كان في بلادنا. إن شاء الله تطور الأحسن. أما الحاجة اللي تفرح دوزيام هي القضية اللي حيتم درسها ابتداء من فيفري للتغيير في المنظوم التنفيذي. نقول لكم باللي هو الخبر راح يرجعوا أصحاب المنحة، أصحاب القروض تاع 2,704 ملايين فقط، يعني اللي داو 2,700 واللي داو 4 ملايين، هادوما الموضوع تاعهم راهو تحت النقاش وتحت المراقبة وتحت الدرس، يعني يدرسوا فيها بشكل دقيق جدا. على بالهم باللي احتمال 99% اللي مقصيين بسبب 2,400 واللي مقصيين بسبب القرض تاع 4 ملايين هادو مش راح يسكتوا على حقهم، واحتمال كبير راح يديروا وقفة احتجاجية على هذا الموضوع. لكن رئيس تبون بذكائه وبمحبته للشعب الجزائري والوطن سيحاول إرجاعهم وإرجاع حقهم في الاستفادة من منحة البطالة. ابتداء من شهر فيفري سيتم الإعلان عن قبول هذا الشرط اللي داروه النواب، وبيانسر تكلمنا عليه أصحاب القنوات والحق، وكانت لنا أذان صاغية والحمد لله. نهضوا على أصحاب التأمينات اللي كانوا تأمين من 6 شهور وهبط، يعني اللي فوق 6 شهور هذوك راهم مقصيين بشكل نهائي. نهضوا على اللي كان عندهم تأمين، يعني كانوا مسؤولين شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، حتى 6 شهور، هادو ما اللي راح يدرسوهم، واحتمال تانيك 99% راح يتم دمجهم لاستفادتهم من منحة البطالة. نتكلموا على اللي راجلها مسؤولين مؤمن، قال اللي عندها دبلوم، يعني اللي قاريه، قال لك احتمال تكون عندها منحة لهذه المرأة بالذات. إن شاء الله يا ربي يكون هذا الكلام صح، وإن شاء الله يا ربي يتم تطبيقه ابتداء من مارس ولا فيفري. لما لا، احنا نحاولوا بكل جهد نتاعنا نوصلوا الكلام تاعكم، ونوصلوا الآلام الشعب الجزائري، والحاجة اللي راهي تقلقهم لازم احنا نسمعوها منكم ونعودوها لكي تكون لنا أذان صاغية ويتم تعديل وتغيير ما يجب تغييره. أصحاب القروض اللي داو فوق 4 ملايين لا نقاش في هذا الموضوع، مستحيل يعودوا يقبلوهم، راهم عندهم إقصاء نهائي. حنا نتكلموا باش تفهموا، نتكلموا على أصحاب القروض 2,700 والقرض 4 ملايين، هما المعنيين بالمراجعة، مراجعة المنظوم التنفيذي وتغيير ما يجب تغييره من ناحية شروط المنحة. وإن شاء الله يا ربي بعد دراسة الملفات التي قدمت من طرف النواب للمسؤولين والولاة والوزراء، يجب على وزير العمل والتشغيل أن يتخذ القرار اللازم والصائب فيما يخص منحة البطالة لإرجاعها لأصحاب القروض المصغرة. يعني باش نكونوا واضحين، 2,700 و4 ملايين إنسان ما يقدرش يدير بهم ولا مشروع. 2,704 ملايين إنسان ما يقدرش يدير بهم ولا مشروع، يعني حتى لو كان مشروع بسيط ما يقدرش يدير بهم، باش يكري حانوت فعام ما يقدرش. يعني احنا باش نكونوا في الصورة وباش نلحقوا كلامنا للمسؤولين.
كاين هنا الأستاذ قنيفي حمزة، كان من النواب اللي دافع عن المقصيين، بارك الله فيه وفي كاع اللي كيما هو، بارك الله في كل قناة كانت تدافع على المقصيين بسبب القرض 4 ملايين و2 ملايين و700، وحتى بسبب رفع المنحة الجزافية وإسقاط شرط طالب عمل لأول مرة باش يدخلوا أصحاب التأمينات. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكون هناك استجابة، وبإذن الله في شهر فيفري راح تكون الصورة واضحة للجميع. من ناحية منحة المرأة الماكثة في البيت اللي راهم يستناو فيها كاع الناس، كاين بزاف ماهوش فاهمين واش معناتها منحة المرأة الماكثة في البيت. يعني المرأة المتزوجة اللي كانت راجلها يخلص عليها 80,000 50,000 ودوكا رجعوها 80,000، هاد المرأة اللي لازم تخلص دراهمها هي بنفسها، باسكو الأغلب الأزواج ما يمدوش هذاك المبلغ الزاهد للزوجة تاعهم، يعني يدوه هما. احنا نهضروا على اغلب الازواج ما يمدوش الشهريه تاعهم للزوجه تاعهم، ما يمدلهمش حق تاعهم المشروط في الشهريه تاعهم. ان شاء الله يا ربي تكون هناك استجابه وتغيير للمرسوم التنفيذي ابتداء من شهر فيفري. نتكلموا على التسجيلات تاع التكوين. ابداو يا خوتي، روحوا كل واحد تابع لولاية معينة عنده وكالة تشغيل تابعة ليهم، يروح يشوف بنفسه اسكو خرج في لا ليست تاع التكوين ولا لا. نهضروا حنا على المعنيين بالتكوين. كاين ناس ماشي معنيين بالتكوين، اللي عندهم لا ليسانس الماستر الدكتوراه، واللي عندهم لي ديبلوم باينين دفعوهم في الدوسي تاع وكالة التشغيل، يعني دفعوهم داخل الدوسي. ماشي اللي عندها دبلوم ما دفعتوش تقول لك انا عندي دبلوم، لا، نهضروا على اللي عندها دبلوم حطاته في الدوسي كي دفعته في وكالة التشغيل وكاتبينها باللي عندها تكوين. هادو اللي عندهم تكوين، هم اللي عندهم دبلوم ما راهمش معنيين بالتكوين، بلا ما يروحوا لوكالة التشغيل حتى نهار يعيطوا لهم كي يلقاو لهم خدمه يعيطوا لهم. اما اللي ما عندهمش التكوين، اللي ما عندهمش دبلوم، هم اللي خرجوا في الابتدائي، اللي خرجوا في السيام، اللي خرجوا في الثانوي، وحتى الجامعيين اللي ماشي مكملين قرايتهم، هادو ما كاملين راح يعيطوا لهم باذن الله هذا الشهر. ولا الا ما عيطوا لهمش يلقاو لا ليست معلقه على باب وكالة التشغيل، ما عليهم غير يروحوا ويشوفوا لا ليست اللي خرجت، لان اغلب ربوع الوطن راهم حطوا لا ليست اللي يجوزوا تكوين ابتداء من شهر فيفري. باش نقول لك كاين بزاف اللي قالوا لي شكون اللي راهم معنيين بالتكوين لهذا الشهر اللي جاي ان شاء الله. نقول لكم باللي هما حدوا نسبه معينه من 1983 1984 1985 1986 الى 1987، وتكون فيها اختيارات عشوائيه كذلك. يعني تقدر تلقاي 1990 1994 جاوا في لا ليست، لان لا ليست ما راهيش محدده، وكاين اختلاط من ناحية السنوات بشكل يعني تقدر تكون 40 سنة فماها 40 سنة دير تكوين تاع خياطة، ووحدة فماها 12 سنة تحب دير تكوين تاع خياطة، معناتها لا يهم العمر في التكوين. هنا هاد الاسئله بزاف راه يطرحوها عليا، وكاين بزاف اللي ما يتبعوش الفيديو من الاول للاخر، سي بوغ سا يلزم علينا نقعد نعاود له في الجواب تاعو باش يشوف التعليق تاعو ويسمع يسمع الجواب على السؤال اللي طرحوا لي في التعاليق اسفل لا فيديو. نقول لكم يا خوتي حنا رانا معكم وانتم وقفوا معنا، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا طبعا فضلا منكم وليس امرا مني. وشكرا لدعمكم وشكرا لوقفتكم معنا، ونحن ايضا باذن الله كلامكم سيصل. وربي يحفظكم وربي يشفي كل مريض. وش نقول لكم انايا، يعني هناك اسئله بزاف راهي تدخل لي ما قدرتش نوفق باش نجاوب عليها كامل بسبب الوقت. يعني ما تنساوش باللي عندنا شغلاتنا في الدار، حنا انا امهات وعندنا ازواج وما علينا غير الخدمه والدار الطياب. واكو تعرفوا المراه تعرف حتى الرجل هو يعرف مسؤوليه المراه تجاه البيت. يعني ما عندناش وقت باش نديروا لي فيديو كل يوم، لكن كي تكون حاجه تفرحكم باذن الله راح نخرجوا ونعلنوا عليها بشكل مباشر ودون تردد، ونقول ونعاود إن شاء الله يا ربي تكون هناك تغيير في
في هذا الإقصاء تاع القروض المصغرة، وإن شاء الله يدخلوا أصحاب التأمينات الأقل من 6 شهور، وإن شاء الله يا ربي يرجعوا أصحاب السيارات اللي قصاوهم. وش نقولوا تانيك، ان شاء الله رفع المنحة الجزافية، ويديروا لها منحة يخصوا كما منحة البطالة باش يعيشوا حياة كريمة، رغم ان حتى منحة البطالة غير دائمة، لانها غير دائمة كاين بزاف اللي قلت لهم غير دائمة زحفوا. نعم منحة البطالة غير دائمة لانها تعتبر منحة مؤقتة حتى نهار يلقاو لكم خدمة، والخدمة هي اللي دائمة ماشي منحة البطالة اللي دائمة. بالتوفيق للجميع. اي سؤال، اي تعليق، اي استفسار، ما عليكم غير تخلوه اسفل الفيديو، وباذن الله راح ندير لكم عليه جام. يعني كي ندير لكم عليه جام تفهموا باللي راني شت التعليق، يا اما نجاوب عليكم في التعاليق، يا اما نصوروا ونديره لكم في الفيديو باش نجاوبكم عليه بشكل مباشر. وباذن الله راح ندير لكم لايف انا وانتوما المتتبعين، بما ان القناه راهي في تطور وفي زياده مستمره للمشتركين. حبابي وحباباتي، مرحبا بكم. بإذن الله كي نلحق اشتراك معين راح نخرج لكم للعلن ونهضر معكم بشكل مباشر ونجاوبكم على الأسئلة تاعكم بشكل مباشر. أنا وياكم، ديروا بالكم بلي نموت عليكم وولفتكم، ربي يخليكم ليا وحنا ربي يخلينا ليكم باش ندعمكم يد في اليد ونكونوا قوة واحدة واتحاد واحد. ربي يوفق الجميع وشكرا. بقيكم بالسلامة.